عليكم، صباح الخير ورباح. كي درتو البنات البنوتات كلكم مزيان، طلبوا الله تكونوا كلكم على خير. وقولوا لي كي درتو مع هاد الحراره اللي عندنا حنا خلاص في مكناس. لا حول ولا قوه الا بالله. راه حنا كنديروا الصونه عندنا هنا في مكناس. السعدات اللي ساكن في المدينه اللي فيها البحوره بصراحه صحاب الشمال سعداتهم بزاف. الصباح يزفوا الطو الباراسول يهبط يتبحر ويتبرد، وحنا هنا جالسين كنديروا الصونه. واحد الاخت اتصلت بيا قالت لي الا كان ممكن عافاك تعاودي لنا كيفاش كديري الدواره. هي ماشي من المغرب وعجباتها الطريقه، وقالت لي عافاك الا كان ممكن زيدي توضحي لنا اكثر. واخا عندي هنا الدواره يعني مغسوله نقيه، يعني راه ديال هادي راه ديال البقري ماشي ديال الغنمي اللي استعملت دابا انا. المهم راه العائلات كاملين كيعرفوا تبارك الله كيفاش ينقيوها. شنو كنحتاج لها؟ كنحتاج عندي انا مطيشه طايبه اللي كنت وريتكم، اللي كان المطيشه والفلفل الاحمر اللي الطريقه باش كنطيبها. عندي شرموله اللي ما تسخطانيش، وعندي بصيله، لا، وعندي زيت البلديه. ما كنديرش فيها زيت الروميه، كندير فيها غير زيت البلديه. شنو كنحتاج؟ كندير الدواره ديالنا هنا. الكوكوط راني درت فيها جوج كيسان ديال الماء، ما بغيتش نكثر، كيسان صغار د الماء. الاساس راه مازال عندنا هنا الدواره مكونجولي، يعني مازال غتطلق الثلج. و المهم ما تكثرش الماء حتى تشوفوا. وكنحتاج مطيشه اللي كنطيبها على يدي. عندي البصيله هنا، كنقطع البصيله هكا. كنقطعها طويله، شرائح هكا طويله. حاولي ترقيها. وهي البصله باش زوينه للدواره كتختار المرقه مزيان، كتختارها. نتائج قربوا دابا، يا ربي الفرح الجميع. وتلقى اصحاب الباك دابا بقات لهم يومين ان شاء الله، عندهم في 26 تخرج النتيجه. الله يفرح الجميع. والله انا كنحس بديك الخلعه زعما الله يفرح الجميع. وكساريه صحاب الباك الله يكون في العون، لا الوالدين لا الوليدات لا كل شيء. الله يوفق الجميع يا ربي يا ربي. يلا كنقطع البصله ديالي كامله هكا. هنا تقريبا معلقه كبيره عامره، يعني معلقه ديال الشرموله تكون صغيره ولكن عامره مزيان. وما غنديرش الملحه حتى تتغلى مزيان. وعاد نشوف. وكنحتاج معلقه زيت بلدي. انا ما كنكثرش فيها الزيت لحقاش هي اصلا فيها المصارن اللي فيهم الشحمه، كتكون فيها الشحمه بزاف. هي معلقه كبيره ديال الزيت البلديه هكا. وغادي نحطها تغلي مزيان. وغادي نحاول نذوق المليحه. وعاد نشوف الا خصها الملحه نزيد، ما خصهاش غادي نسد عليها ساعه الله رب، ونعاود نرجع نقلب نشوف. وحتى الاخير غادي نوريكم التقليم. انا كي قلت لك طريقه سهله اختي ما صعيباش. كنحطوا الدواره حتى نتوما راه كتعرفوا الدواره كتكون منقيه مزيان. كنحتاج بصله، كنحتاج مطيشه. الا ما كايناش مطيشه طيبه في الدار اللي كنوجدوا، ديري مطيشه الحك حتى هي راه مزيانه. غير حاولوا تختاروا مطيشه اللي يعني كتكون معروفه، شي ماركه معروفه، ماشي اي ماركه. راه كاين المطيشه اللي كديرها كترد لك المرقه كحله، وكتكون المرقه يعني ماره بزاف. راه كانت وقعت لي واحد المره بغيت زعما نتشطر، ساعه ضعت في الطاجين اللي كنت طيبت. وقلت لكم الشرموله راه كلكم عارفين الطريقه كيفاش كندير لها. واللي بغات وانا كما كنقول لكم دائما، اللي عجبتها شي وصفه حطيتها وبغات نعاود الطريقه واحده اخرى، سيرتو بالاخص الاخوات المصريات بصراحه راه كيعجبهم بزاف الطياب المغربي. وغير هي مشكل عندهم مشكل اللغه، ما كيفهموش لغتنا. دابا غادي نحط الكوكوط ديالي تغلى مزيان، وكما قلت لكم غادي نذوق المريقه نشوف واش خصني ملحه. وعاد غنسد عليها ساعه الا ربع ونعاود نرجع نشوف. الا كان طابت صافي غنخلي المريقه توقف، ما كانش طابه نعاود نزيد نسد عليه واحد ربع ساعه حتى طيب مزيان. وغادي نوريكم الطبق في الاخير كيفاش كيجي. يلا السلام عليكم، تنعاودوا نكملوا. نتات الطاجين ديالنا هو وجن تبارك الله. الكرشاجات زوينه، شي كيقولها الكرشاج، شي كيقولها الدواره، صحاب الرباط تيقولها التقليه. بصحتكم وراحتكم. وكما كنقول لكم دائما انا هنا باش نقرا التعاليق وكنتبع حرفيا النصائح ديالكم. ويا ريت اللي بغاني نعاود له شي شيوه على راسي وعينيا. وبصحتكم وراحتكم، ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.